السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض الكباب النافش، اللي هو الكوابري يعني، عادينا على طريقتنا. دلوقتي انا كنت عملت الخضرة، خضرة وفلفل وتوم وبصل. بصلة واحدة، 7 فصوص توم، و3 قرون فلفل، وواحد شطة، ودول كلهم هخرطهم وهضربهم في الخلاط العادي. في الخلاط العادي، اللي مش عنده كبة يعملهم في الخلاط العادي. بتروحي جاية حاطة الخضرة بالبصل بالفلفل، نصهم كده في الخلاط عادي، وبتحط عليهم نص كوباية مية من هي الكوبايات العادية الصغيرة بتاعت الشاي، نص كوباية عشان ينفرم بس كويس. فبتفرموه، يعني ولا هي فرمة ناعمة ولا هي فرمة خشنة، وبتصفوه من المية اللي فيها. بعد ما بتفرموه الكمية كلها، بتروحوا جايين مصفينه من المية اللي فيه. معلش الحتة ديت أني مش صورتها، مش كان حد معايا فمش عرفت أصورها. فبتفرموا الحاجات دي كلها على بعضها، بس احنا بنحط المية في الشفشة بتاع الخلاط عشان ينفرموا بس، شوية بشوية عشان ينفرموا حلو. طبعا احنا بنصفيها، والأول حاجة بنعملها بنغسل الرز ونصفيه من المية اللي فيه، بنغسله حلو ونصفيه من المية اللي فيه. وبنروح جايين حاطينه الخلطة ديت على اللحمة، طبعا بتبقى ناعمة للكباب. بتحط الخضرة ديت، طبعا بنصفيها كويس، بنصفيها خالص، بناخد التفل بتاع الخضرة والبصل والحاجات دي على اللحمة. ونحطهم على الرز، طبعا كان متصفي من المية خالص. وبنحط معلقتين دقيق على الخلطة دي، الخضرة على اللحمة على الرز، معلقتين دقيق. واللي عايز يحط شوية بيكنج باودر بيحط، علشان مش يكتم معانا من الدقيق. واللي مش عايز عادي يعني مش بيعمل حاجة. واللي عايز يحط بيضة برضه، انا كنت عملته قبل كده الكباب معاكم في الكبة. اللي مش عنده كبة هيعمل الطريقة دي برضه، بتبقى كويسة وبتبقى حلوة، وجربوها وكانت تحفة. طبعا انا كنت دلوقتي انتوا هتستغربوا ان انا بحمره ليه. طبعا انا كنت عامله الدور اللي فات الكباب، حطيته في الفريزر لما جمد شويه. طبعا انا في الوقت ده كنت مستعجله، لازم احمره عشان يمسك شويه. في الوقت ده انا كنت عايزه اعمله بسرعه، علشان طبعا كان الاولاد جعانين ومش كانوا اتغدوا. فطبعا روحت جايه مخلصه على طول، وكانت بنت هي بتحمره ورايا زي ما انتوا شايفين اهو. اللي كنت بعمله كانت بتاخد تحمره على طول، عشان هسويه على طول. انما لو هتقعدي ساعة ساعتين بتحطيه في التلاجة او في الفريزر اما يجمد، وبتطلعيه ترصيه عادي. وانا كنت عملته معاكم قبل كده، وانتوا كنتوا شفتوني في المرة اللي فاتت وقلت لكم مش كنت حمرته، عشان انا كنت سبته ساعة في الفريزر وبعدين عملته. فالوجد ده كان مسك نفسه وكان حلو. فدلوقتي انا كنت مستعجله طبعا عشان مش هحطه على طول وهو طري شويه، يفك منكي في لما تحط عليه الصلصه. بتروحي جاليه كده، طبعا بيديله طعم بيبقى تحفه والله يا جماعه. بيبقى طعمه جميل وسريع ومش باخد وقت خالص. هنحمر الكميه كلها. طبعا انا دلوقتي هجيب الحله، هقطع فيها اهو. بنتي قطعت فيها بطاطس وبصله وحبايه طماطم وقرن فلفل. وطبعا هي كانت بتوريكوا الجرفة. وبنحط 2 حبهان وورقتين لورا في الحلة من تحت كده زي ما انتوا شايفين، تدي ريحة تحفة. وبنحط الكباب كده بعد ما حمرناه اهو. هنخلص الكمية كلها ونحطها. كده ده اللي مستعجل وعايز يعمله بسرعة، عمره ما يفوق منكي، وبيبقى تحفة وجميل. وجربوه مش هتندموا بإذن الله. والخلطة دي طبعا بتاعة الكباب، طبعا بتملحوها البهارات، فلفل كمون، واحدة مرقة دجاج، شوية ملح، الحاجات دي طبعا على خلطة الرز والخضر وكده اهو زي ما انتوا شايفين. جربوه وقولنا رايكم في التعليقات. ويا جماعة لو كنت وصلت هنا في الفيديو، مش تنسونا في الاشتراك، احنا عارفين ان انتم مش مقصرين، وكتر الف خيركم وانتوا والله جدها. وان شاء الله هنوصل للالف. وباذن الله احنا دلوقتي في 400 وشويه، فكله بمجهودكم معانا. ربنا يجبر بخاطركم يا رب، ويجبر بخاطر كل واحد يفتكرنا في الاشتراك.
واللايك وقولنا رأيكم. احنا دلوقتي كنا حطيناه اهو. طبعا الماء الشوربة اللي انا كنت حاططها عليه على الصلصة اللي كنا عملناها، انتوا شفتوها في الاول. طبعا بتبقى زي جعد المحشي كده، بنحطه على الكباب. فزي ما انتوا شايفين اهو، في الوجد دي استوى اهوت وماسك نفسه، وكان تحفة تحفة تحفة، وكان طعمه خرافة. جربوه مش هتندموا. والله يا جماعة ما بكدب عليكم، كان جميل. التصوير مش مديله حقه خالص. اهو اهو، مش في واحدة بس فكة منه، وهيعجبكم خالص. مش تنسونا في اللايك يا جماعة، وقولنا رأيكم في التعليقات، وربنا يجبر بخاطركم يا رب. آه وهو معاكم، انا هفتح لكم واحدة عشان تشوفوها برضو اهو. جعله بألف هنا وشفا. اهو كان تحفة والله، وطعمه جميل. ومش تنسونا في الاشتراك، ومع ألف سلامة.